سيد عبسة تيجاني، رئيس لجنة المتطوعين والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. اليوم رانا في عملية مهمة جدا، عملية داخلة في إطار البرامج المسيرة للبطولة للألعاب الإفريقية المدرسية الطبعة الأولى في الجزائر. اللجان الدولية أقرت على أن تكون كل الألعاب ذات الطابع الدولي تكون لها كفاءات عرضية مع البيئة، مع الحفاظ على المحيط الإيكولوجي، مع كل ما هو مستدام. إذا نحن برمجنا ودرنا برامج للتلاميذ هذول السنة عام 14 17 سنة كلهم متمدرسين. بداية علي عبد السلام سعد، رئيس قسم المتطوعين في لجنة المتطوعين حماية البيئة والتنمية المستدامة. عملية بالنسبة لي ناجحة، وهذه العملية تدخل في حماية البيئة والتعارف والتبادل بين الأشقاء الأفارقة والتلاميذ الأفارقة. وإن شاء الله هذه الغابة راح تشوفوها، راح تقعد يتبعوا السقيا تاعها باش الأشجار هذه تطلع، وتكون فيه اتصال بين الطفل الإفريقي اللي غرس هذه الشجرة والتلميذ الجزائري، يكون اتصال وتبادل بيناتهم. لغرس الأشجار لتكون أثر لهذه مناسبة الألعاب الإفريقية المدرسية. برديت على سخر كل الإمكانيات من الوسائل الإعلامية، وسائل كذلك التسجيل من خلال مرافقة هذه الحملة. شاركت بجميع وسائلها من خلال التزويد بالمياه، التزويد من خلال كذلك التنسيق مع مديرية الغابات وإطار الشجار. الفريق كانوا فرحانين كثير بهذه المبادرة، وإن شاء الله رانا في إطار المحافظة على البيئة أكيد، ونعاودوا نجدوا الترحيب بضيوفنا من جميع الوفود الإفريقية. كانت جيدة جدا الحمد لله بشهادة الجميع الرياضيين المسؤولين على الرياضة، حتى الأفارقة عجبتهم المبادرة دي. إن شاء الله تكون اعتناء بها إن شاء الله، وتكون كما درنا فكرة التبني، كل مرة يجي واحد يسقاها، كل واحد من سواء جمعية ولا مؤسسة تجي تسقي الأشجار هذه وتعتني بها، حفاظا على بأن الجزائري عنده أمانة، أعطونا أمانة لازم نحفظوا بها إن شاء الله.